لكن انت تطلع النتائج دي وتخضع لمعايير الربحيه كويس. ولذلك انا معلش بختلف معاكم ان مع ان الاقتصاد الخاص من ضمن معاييره عدم الارتكاز فقط على الربحيه الماليه، ولكن الربحيه الماليه تفضل هي الدينامو الحركه، وبالتالي يجب ان لا يغيب عن الجزء المالي مع طبعا الجزء الاقتصادي، يعني بمعنى العماله والخطر على العماله والخطر على التشغيل والخطر على المدفوعات والخطر على التجاريه في اطار المعايير. بالتالي انا بعتبره ان هو مرحله بيمر بيها لما كنا صغيرين وابتدينا نتكلم في مجال كبير. الكلام ده كان سنه 79 كويس. وكنت بعمل دكتوراه في البرامج الاقتصاديه في الاقتصاد والبيئه والتدرس الصناعي. كنا بنتكلم ساعتها على بعد الصبح، فكنا بنتكلم على حاجه اسمها ايكو ديفلوبمنت كويس. ثم بعد الايكو ديفلوبمنت سنه تنميه السودان كويس. ثم بنتكلم دلوقتي على الثوره. لها سلسله من نتاج البحث العلمي